لو ما جربتوش طاجن اللحمه بالزبادي يبقى فايتكم كتير جدا، لانها بتبقى طريه وجوسي كده وطعمها بجد بيبقى دايب تحفه. اول حاجه هجيب اللحمه اي نوع، هقطعها قطع متساويه، وبعد كده هجيب كبه هحط فيها بصلايه، وهحط فيها حوالي 7 فصوص من الثوم، وهحط فيها طماطم. بعد كده هديها رشه من الجنزبيل، نص معلقه من ال7 بهارات، نص معلقه من بهارات اللحمه، ونص معلقه من فلفل الاسود، وعليها رشه من البقدونس المجفف. اديهم خلطه، تقدروا تستغنوا عن اي نوع من التوابل مش موجود وتحطوا مكانه حاجه بتحبوها. بعدين حطيت ملح وحطيت زبادي، وبعد كده اديتهم لفه تاني في الخلاط، وبعد كده حطيتهم على اللحمه بتاعتي. اتبلهم كويس قوي، ويا ريت لو تسيبوهم نص ساعه او ساعه في التتبيله قبل ما تسووهم. حل على النار، جبت معلقه سمنه سخنت جدا، بعد كده نزلت عليها باللحمه تاخد صدمه. هقلب لغايه لما اللحمه تطلع ميتها، بعد كده هضيف لها ميه سخنه حوالي كوبايه ونص، واغطيها واسيبها تستوي بالراحه. اول ما تستوي كده، قرب ما تستوي، احط عليها بطاطس واديها رشه من البصل، واديها قرنين فلفل حراق.